أقول التفاصيل. يستطيع رفع شكوى على الهلال، بيرفع شكوتين، عفوا استئنافين. الاستئناف الأول محليا مركز التحكيم، وراح تسقط، راح تسقط، خذوها مني. ليه؟ راح تسقط لأنه مستند على شيء قانوني. وسيرفع شكوى ضد الهلال بتهمة إغراء اللاعب وهو في فترة نادي النصر بحكم أن عقده ساري، إغراء اللاعب بمبلغ 6 مليون، مستشهد بقرار الاتحاد السعودي اللي صدر اليوم أن الهلال يعتبر عطاء فوق الحد الأعلى. وفي نفس الوقت اعتراف الأمير نواف بن سعد اللي صار واللي قال فيه كانت سلفة لشراء عقار طلبه. طيب الفيفا بيقول هذا يهبط الهلال صحيح. عوقب الفيفا بيقول عوقب الهلال حسب لوائحكم، عوقب على هذه الناحية، ولكن إقراء اللاعب من يعاقب عليه؟ عبد العزيز إقراء لاعب تقصد عشان توضح بس عشان توضح الفيفا بيرد بيقول عوقب الهلال، تقصد ان العقوبه اللي كانت في المبلغ اللي خارج العقد. انا ما ادري ايش اللي بيرد الهلال، ايش اللي بيرد الفيفا يا رجل الله يخليك، خلينا نناقش. طيب خليني اكمل عشان يوضح كلامك، خليني اكمل وناقش. هو يقول لك القضيه كلها، خليني اكمل وناقش. هذه حساسيات محافظه للنصر. طيب. بعدهم النصر مش مستند عليه في هذه، مستند انه اول ما وقع الشيك اللي طلع باسم عوض خميس من نادي الهلال كان النصر منافس الدوري وينافس الهلال، وكان هيلعب مباراة في دور الثمانية في كاس الملك مع الهلال. إذن الهلال عنده خبر أنه هيلعب مع النصر مبارتين واللاعب حيكون ملك النصر، وهذا الإقراء حصل لعوض خميس أثناء فترة التسجيل. طيب تقصد أن الفيفا النصر لما بيروح الفيفا غير أنه دفع خارج العقد، تقصد أنه لا النصر بيتهم الهلال أنه مغري اللاعب. نعم. طيب متأكد أن النصر يقدر يروح الفيفا؟ نعم. متأكد؟ نعم. محمد عنده فقرة، عنده فقرة أنا أقولها لك، النصر يملك ثغر. وأقول لك شيء، هذا خبر حصري لكم. طلال الشيخ الآن الآن طلع قرار الأمير فيصل بن تركي مجتمع مع محاميين حقه ومع 2 بالاتصال المرئي من أسبانيا الآن، وأكدوا له أنه يستطيع الذهاب للفيفا الآن. طيب